يا مساء الفل على كل بيتفرجوا علينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الدراويش ومفاجآت عديده. التزام اسماعيلي زي ما هو معودنا طول الاسبوع. طبعا احنا بقينا بسبب التكنولوجيا، كل مره بقول الحكايه دي، بقينا ابطا من ان احنا نبقى اب تو ديت مع اللي بيحصل، لان اللي بيحصل في الاسماعيلي بقى سريع جدا، فالمواقع الالكترونيه بتغطي طول الاسبوع. احنا بنيجي يوم السبت بنلم على قد ما نقدر كل اللي حصل. الفترة اللي فاتت كان عندنا أكتر من مشكلة. كان عندنا مباراة الإسماعيلي والحرس، كان عندنا كمية إنذارات وطرد وكروت حمراء في الماتش ده غريبة جدا. معرفش، هنتكلم عن توتر كان ظاهر من الحكم اتنقل للفريق ولا توتر من الفريق اتنقل لحد تاني. هنتكلم ده عن ده. هنتكلم عن مشكلة جون أنطوي، مش بتاعة الماتش ده، دي مشكلة تانية خالص، بتاعة إن امبارح أو يوم 9، مش عارف النهارده 9 ولا 10، يوم 9 كان آخر ميعاد لتسديد الغرامة اللي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على الإسماعيلي بدفع $150,000 لنادي دريمز الغاني حتى 9 مايو. وبعد 9 مايو كان في تهديد بأن الإسماعيلي يتخصم منه 6 نقط من الدوري المحلي. هنعرف برضو قانونية ده إيه، إن الاتحاد الدولي يقدر يخصم 6 نقط من الإسماعيلي اللي هم 31، فنبقى 25، فنبقى مهددين بأن احنا ننزل بقى هبوط أو ما شابه، أو يتخصم مننا نقط فما نصعدش. كل الحاجات دي حصلت. حصل امبارح مشكله مع الكابتن سعفان والمدير الفني للاسماعيلي الكابتن ريكاردو. على اثرها تم اتخاذ قرار من غير تحقيق، من غير سؤال الكابتن سعفان، ان هو استبعاده لاخر الموسم. من ناحيه تانية الكابتن سعفان برضو كان عنده استبعاد 4 مباريات وغرامه 5000 جنيه لاخر الموسم من لجنه الانديه من اتحاد الكوره. وطبعا جون أنطوي نفس الحكايه بسبب الطرد، 4 مباريات مش هيلعب، وبالتالي لو صعدنا الدوري الرباعيه مش هيبقى موجود، ودي حاجه هتبقى مؤثره جدا في الفرقه، لان هو هداف الدوري دلوقتي 11 نقطه. حاجات كتير قوي ومشاكل كتيره حصلت هنتكلم فيها بالتفصيل. هنتكلم عن اداريات، هنتكلم عن فنيات. فكان لازم في حلقه زي دي قويه وكبيره لازم يكون ضيفنا قوي وضيف كبير، الكابتن اسماعيل الحفني مدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي. كابتن اسماعيل اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورنا يا فندم. ربنا يخليك. حضرتك دايما حظك معانا في الحلقات اللي فيها ألغام. حاجات كتير والغام علشان انت لها. خلينا نبدا مع حضرتك. انا قلت في المقدمه معظم الحاجات اللي حصلت الاسبوع اللي فات، يمكن التطور السريع للاحداث في النادي الاسماعيلي ما بنلحقش نواكبه لان احنا برنامج اسبوعي، لكن خلينا نجمل الموضوع. نبدا بجون أنطوي. جون أنطوي نبدا بالطرد والايقاف وبعدين المشكله الثانيه. حضرتك شايف اللي حصل في ماتش الحرس ازاي؟ شايف العنف اللي كان موجود في المباراه، وبعدين الكارت الاحمر، وبعدين هو رايح يتخانق مع الخصم، رايح يضرب الخصم لاعب الحرس تاني، وبعدها نادي الاسماعيلي وقع عليه غرامه 5000 جنيه ولجنه المسابقات وقعت عليه غرامه 5000 جنيه ووقف 4 مباريات. وقد ايه ده هيكون مؤثر في النادي الاسماعيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بحضرتك ونقول اللهم احفظ مصر واهلها ان شاء الله. وبنقول ان احنا فوجئنا يوم مباراه الحرس بتصرف جون أنطوي. وانا في اعتقادي، لان طبعا انا بعيد عن النادي، في اعتقادي ان جون أنطوي بيتكلم على الروح الرياضيه في التعامل مع الالتحامات كقانون كره قدم. ان اللعبه اللي لعبها احمد صبري معاه، ان المقص دي وهو من الخلف، يعني بالنسبه دي بتعتبر غير اخلاقيه في اوروبا، يعني احنا او في اي مكان في العالم. احترافيا هو احترافيا ككره قدم. تمام. فهو بيعتبر ان الفرمله اللي حصلت دي والضربه دي احنا شايفينها من الخلف فيها عنف متعمد، وممكن ده الطرد الاولاني بتاع الحرس. تمام. اتفضل يا كابتن. وممكن يوصلوا ان هو يبقى في اصابه، هي دي بالنسبه للاعيبه في اوروبا غير اخلاقيه. فهو تعامل مع الموقف بهذا الشكل، ان هو مثلا بالناحيه الرياضيه انه ده غير اخلاقي. طب الكابتن اللي احنا شايفينه على الهواء ده بعد الطرد، جون أنطوي رايح يضرب الخصم اللاعب، فده بقى الناس اتعاملت معاه على انه مش احترافي بالمره. اكيد يعني هو حصل هيجان بعد الموقف ده، واللاعيبه ماسكاه وراح هرب منهم، بحيث ان هو زي ما تقول بالظبط في الخناقات المصريه بتاعتنا حركه خمار. بالظبط كده. فانا بقول ان مش برضه في عوامل مساعده للحاله الهستيريه اللي حصلت لجون أنطوي. في عوامل، يعني في اكيد في حاجات سابقه لهذا الحدث. يعني انا بنقول ان احنا جاب جول جميل وهادي في مباراه الزمالك. وكانت مباراه جميله جدا، النادي الاسماعيلي ادى فيها اداء رائع ويستحق الفوز.
وبعدين لقينا هدف في يعني في فرحه باهته، هدوء في الفرحه وفي حاجه في حاله نفسيه. انا برجع للكلام ده ان في عدم متابعه للمسؤولين عن اللعيبه، يمكن هدف خارج الملعب. تمام، خارج الملعب ظروفهم العائليه ايه، ظروفهم النفسيه، وخاصه الاجانب عايشين في وسطنا في حضننا هنا في يعني كابتن اسماعيل احنا شايفين على الهوا دلوقتي هو مفيش فرحه بعد الهدف. طلع شاره سوداء. الكلام ده الناس خدت بالها منه بعد الطرد في مباراه الحرس، قالت ان المقربين منه بيقولوا ان هو في حد من اقاربه او معارفه اتوفى، فده كان مؤثر عليه جدا. ده اللي حضرتك بتقوله ان الجهاز الفني ما يهموش كره بس، يهمه كمان الحاله النفسيه للاعبين. في حلقات سابقه يا استاذ احمد ان لابد ان يكون في متابعه للاعب سواء اجنبي او مصري. يعني في شاره سوداء هو بيطلعها، حتى لو حاجه غريبه، حتى لو بايت معايا في الاستراحه في النادي الاسماعيلي بشوف السلوكيات المتغيره معاه، اداؤه في التدريب لو اتغير يبقى في متابعه. هو اصلا لابد ان يكون عندي فايل للاعب، ملف للاعب. اللاعب ده خاطب، اتخرج، خلص دراسته، انا عارف حالته، كل الكلام ده عندي، بحيث ان انا مش تدريب فقط، بحيث ان انا عايز اوصل للمثاليه، عايز اوصل لفرقه تنافس، وعايز يبقى انا عندي فكره ان لعيبته كلها. ده عندي بالنسبه لي ده هداف الدوري، ده 11 هداف الفريق. فالانفعال ده 11 جون في الموسم، سواء في مباراه الزمالك او في مباراه الحرس بعد الفاول، انفعال غير طبيعي، في حاجه في اللاعب. طيب. المفروض النادي يكون عارفها. كمان اتحاد الكره وقع عقوبه على النادي الاسماعيلي 5000 جنيه لنزول الجهاز الفني ارض الملعب. يعني احنا هم لو ما كانوش نزلوا كان مين هيسلك الموضوع؟ يعني كنا نسيبه كده يموت اللاعب تاني. في بقى حاجات بقى يا استاذ احمد بقى اللي هي الحاجات اللوائح الروتينيه الصامته. انا نازل انقذ ده انا ممكن انقذ لاعب من حاجات بتحصل، ولكن اللوائح بتقول لو تدخل الله مش عارف ايه. انا لابد ان يكون في مرونه، يعني دي روح القانون مش القانون. ده لابد يكون في مرونه. انا نازل امنع كذا، امنع لاعب، امنع مشكله، امنع كذا، وبعدين احنا في حاله احنا مش عايزين نبين، عايزين نكمل الدوري يكمل وبدون جمهور. يبقى منعنا الجمهور عشان ما يبقاش فيه مشاكل، يبقى الملعب يبقى هو كله مشاكل، يبقى لابد ان يكون فيه مرونه وكده. فانا بقول ان احنا في مرحله استثنائيه، يبقى لابد ان يكون فيها قرارات استثنائيه. طيب. بحيث يبقى في مرونه عشان يكمل الدوري بما يرضي الله، واللي يستحق الدوري كلنا لازم نقول له مبروك. طيب احنا لسه مع جون انطوي، والمشكله بتاعت نادي دريمز الغانيه مستحقات اللاعب اللي اتحكم فيها من 250 اللي كان له 250,000. عقده بيقول ان $50,000 اللاعب ياخدهم كل شهر، والنادي ياخد $250,000. نادي دريمز الغاني خد منهم 100,000 ولسه 150,000. نادي الاسماعيلي انذار مره 2 3 ما دفعوش. تم اللجوء للفيفا. الفيفا حكم ان في مهله 10 ايام تنتهي 9 مايو اللي هو كان امبارح، ان النادي الاسماعيلي يدفع $150,000 للنادي دريمز الغاني، وما دفعتش حتى الان. يعني استاذ احمد طول عمر الغرامات والمهله ما نعرفهاش الا بعد ما يتم على 10 ايام. لا هم عارفين من 10 ايام ان المفروض يدفع $150,000 جنيه. ما قالش الكلام ده يعني. لماذا لم ينشر هذا الكلام؟ عشان خاطر المسؤولين يسارعوا في لا مين المسؤولين يا كابتن؟ يعني النادي ما راحلوش الحكم ده، يعني راح للصحافه واحنا عرفنا من 10 ايام والنادي ما راحلوش، اكيد راح له. انا بتكلم على ان التعامل مع الموقف ده يعني هم بيسيبوه للاخر. بيسيبوه للاخر ليه؟ افرض في جديه في هذا الموقف، ان في خصم 6 نقاط من النادي الاسماعيلي لو فرض ان في لوائح الفيفا بتقول كده، ده مشكله كبيره. يعني انا طول السنه اعداد ولاعيبه وتدريب وعرق وسفر على اساس اوصل للمرحله دي، وعندي امل كبير ان انا اخش دوري عربي، وعندي امل كبير ان انا اخد البطوله، وفجأة بان انت اتاخرت في عمليه الغرامه اللي عليك. بالبلدي كده انت ما دفعتش الفلوس هقطع عنك الكهرباء، دفعت الفلوس هقطع عنك الميه بالظبط. يبقى انا ليه استنى لغايه اخر وقت بحيث ان انا اوصل لحل؟ طب ممكن هو كان كمان في الحكم ان هو اعتقد ان في فسخ عقده، وفسخ عقده دي تبقى مشكله تانية، لان احنا هنخسر اللاعب. ثانيا ان كان في كلام على تسويقه الفتره اللي جايه بمبلغ كبير، والاسماعيلي كان طالع فيه مبلغ كبير قوي. ده كله احنا هنتحرم منه لو حصل فعلا ضوء. غير ان ال6 نقط احنا وصلنا ل 31 نقطه بالعافيه، وبنتمنى نكسب ماتش المنيا يوم الاثنين علشان نحاول. خلينا يا استاذ احمد في الفتره دي ان احنا كلنا جماهير، والبلد كلها مستنيه ان النادي الاسماعيلي برغم الغيابات والهجره اللعيبه الكبار والعدد كبير اللي حصل ده، وبرضه النادي الاسماعيلي متماسك وهيوصل للدوره العربيه باذن الله. وفجاه نقول لا ده انت مش هتوصل للدوره العربيه، هيتخصم منك 6 نقط عشان 1 2 3. لا ما ينفعش الكلام ده. طيب خلينا نروح لمشكله تانية ظهرت على الساحه، وهي مشكله الكابتن سعفان الصغير. طبعا ده غير المشكله اللي حصلت الاسبوع اللي قبل اللي فات في مباراه الزمالك. حصل مشكله جديده امبارح ان الكابتن سعفان على حد قوله
كان بيدرب احد اللاعبين واحد حراس المرمى اللي هم الرجاله بتوعه، ووقع على الارض، كتفه كان فيه شد جامد جدا، هو محمد مجدي. فالكابتن سعفان بينده حسب روايه الكابتن سعفان، وهيبقى ان شاء الله معانا على التليفون ياكد او ينفي، ان هو بينده على اي حد الدكتور من الجهاز الطبي، فمش سامعينه، ونده مره 2 3 فعلى صوته عشان يسمعه، فجم جري، فنزل الكابتن ريكاردو مدير الفني للاسماعيلي، انت ليه بتزعق، ليه بتعلي صوتك، ما ينفعش تعلي صوتك، حصل مشاده كلاميه، طب اطلع بره الملعب. هو الكابتن سعفان قال ان هو قال له ثانك يو، خرج، لكن في ناس قالت لا، ان هو قال له لا انا مش هخرج، وحصل مشاده كلاميه اكتر. يعني في اكتر من روايه احنا هنعرف دقه التفاصيل، لكن اجمالا ما حدش اتصل بالكابتن سعفان. غالبا طلع قرار من مجلس الاداره انه ايقاف حتى نهايه الموسم، او الاستغناء عنه يعني بشكل او باخر. كان شكلها ظريف شويه، لكن هو حتى نهايه الموسم هو مش موجود معانا. ومن ناحيه ثانيه هو عنده اوريدي ايقاف 4 مباريات. تعليق حضرتك على الموضوع ككل؟ انا بقول ان يعني سعفان في الموقف ده بالنسبه وهو في التدريب، المفروض الجهاز الطبي يعني مع احترامي ليه طبعا الدكتور مجدي وباقي الجهاز، اي لعيب بيتمرن في الملعب الجهاز الطبي قاعد بيتفرج عليه، مش محتاج نداء. يعني المفروض كده هم اوريدي مركزين مع اللعيبه في الملعب، لان شغله الجهاز الطبي متابعه التدريب ومتابعه المباريات. فحصل ان سعفان يعني بالنسبه لي حس ان الولد عايز يتلحق، عايز مشكله بتاع، فزعق. اللعيبه طبعا مش مركزه قبل التدريب، على اساس بيكون لسه التدريب ما بداش، حراس بس مع سعفان، فزعق. فانا اعتقد ان في حاجه لابد ان يكون في حد يعرفنا الموقف، لان احنا بعاد عن الموقف. في ايه الموقف، كان ايه بالظبط، بحيث نعرف نقول قرارنا. انما حصل زعيق والراجل ما عجبوش صوت سعفان، فراح داخل له قال له ما تزعقش انا موجود الكلام، وبعدين خلص الموضوع في ثانيه. لا اعتقد ان في حاجه. يعني هو انا شخصيا عملت مكالمه مع الكابتن سعفان قبل الهوا، ومكالمه مع الكابتن محمد عبد الجابر وكيل الكابتن ريكاردو، عشان اعرف اسمع الروايه من هنا واسمع الروايه من هنا، كل كان على حده. فالاثنين اتفقوا في نفس الكلام اللي انا قلته تقريبا، بس ما بعد ذلك احنا ما عرفناش. يعني ما بعد ذلك عرفت ان هو الكابتن ريكاردو رفع تقرير للكابتن خالد بيومي، ورفع تقرير مجلس الاداره ان انا مش هينفع وجودي مع وجود كابتن سعفان. فاتخذوا قرار. كمان في كلام سمعناه من الكابتن عاطف عبد العزيز، برضو كان نازل في احد المواقع، ان القرار ده طلع من غير ما هو يعلم بيه. هنحاول طبعا نجيبهم كلهم على التليفون دلوقتي. فيعني اجمالا ان الجزء الاولاني هم متفقين فيه، لكن الجزء الثاني بتاع انه مشي على طول، انه ازاي يمشي، ان هم خدوا قصه ال4 ماتشات اللي هو كده هو موقفهم، فدي قدام دي ولا ايه؟ احنا ده اللي لسه لم يعلم. ما هو الايقاف يا استاذ احمد طول السنه لمدربين اسمائهم متواجدين. يعني اي ايقاف انت بتقوم بعمليه التدريب، ولكن ما بيحضرش ماتشات، هو نفسه قال كده. وما حصلتش مع لكن القرار اللي طلع حصلت مع النادي المصري، وحصلت مع انديه اخرى السنه دي. تمام. فعمليه الايقاف عن المباريات غير الايقاف عن التدريب، وحضور المباريات من المدرج. فلا بد ان احنا نعرف الحقيقه، بحيث ان احنا مش عايزين نظلم واحنا قاعدين هنا، ولا برضو دي القشه التي قصمت ظهر البعير بالنسبه لسعفان. بس احنا بنتكلم على كده. يعني توصل حضرتك دي بقى التلكيكه اللي كانوا مستنيين. لا مش عايزين نقول احنا عشان كده استاذ احمد مش عايزين نظلم. نعرف ايه اللي تم بالظبط، بحيث ان الراجل اضطر، وهل فعلا الراجل الخواجه قال انا رفعت تقرير لا انا يا سعفان في النادي. مش عايزين نقول حاجات جزافه يا استاذ احمد، نعرف بحيث ندي كل ذي حق حقه. احنا بنقول برغم كل الظروف دي كده حصل، وسعفان استبعد عن النادي، ولكن لابد ان نفتكر وندي للراجل حقه في حاجه فنيه، انه اوجد حارس زي عواد اداله الثقه ووقفه على رجله وخلاه يعني بمستوى جيد، على اساس دي الناحيه الفنيه اللي كسبها النادي الاسماعيلي من تدريب سعفان لحراس المرمى، بالاضافه للحراس الاخرين طبعا صبحي يعني هو عامل لسنين جايه حراس، فعمل حارس، ودي اهم مركز في النادي الاسماعيلي او اي طبعًا نادي طبعًا. ان الحارس كونه انه عواد وخاصه ان عواد بدا اخطاؤه تقل وبدا ياخد الشخصيه وكده. فنقول نقول من الناحيه الفنيه الكابتن سعفان قدر يوجد حارس اخر بجانب صبحي، حارس جيد النادي الاسماعيلي يعتمد عليه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. وبالناحيه السلوكيه دي بقى لابد ان يكون فيها عداله لكل واحد ياخد حقه، بحيث نعرف الموقف ايه، سعفان قال ايه، الخواجه قال ايه. بنحاول نكلم كابتن سعفان دلوقتي عشان نعرف الحقيقه فين. خلينا اروح مع حضرتك يا كابتن لحاجه كان في النهارده اجتماعين قبل النهارده. خليني اقول لحضرتك مقدمه اكيد حضرتك عارفها، بس للناس اللي مش عارفينها. طلع الاسبوع اللي فات او يمكن من 10 ايام تقريبا لجنه الانديه برئاسه المستشار مرتضى منصور رئيس لجنه الانديه ورئيس نادي الزمالك،
هو كان اقتراح، كان قرار، بس هم يعني ما كانش قرار لان كان تم التصويت عليه، بس قال مش هيبقى قرار غير بعد ما اقعد مع اتحاد الكره، وهو الغاء الهبوط للدوره دي السنه دي. حصل كلام كتير، الانديه كتير ما عجبهاش، ممكن انديه معارضه للهبوط برضو طلعوا وقالوا لا احنا مش عاجبنا الكلام ده. وكان الكلام الاقرب للاجماع ان ادام بدانا المسابقه بشروط نكمل نفس الشروط للاخر، ما ينفعش قبل اخر المسابقه اغير الشروط. الكلام ده اتاجل، حصل بعديه لغط كتير قوي. النهارده كان في اجتماعين للجنه المسابقات باتحاد الكوره المنوط بها تنظيم الدوره، ولجنه الانديه اللي هم رؤساء الانديه برئاسه المستشار مرتضى منصور. خليني اقول لحضرتك اهم القرارات سريعا وحضرتك تدين تعليق، لان حصل تضارب، وبعد كده حضرتك تقول لي مين المنوط بيه، او احنا او الانديه هينفذوا قرارات مين. لما يطلع قرارات لجنه الانديه برئاسه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اول حاجه ارجاء او يعني تاجيل مناقشه الغاء الهبوط لنهايه الموسم لعدم الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص من الانديه. دي حاجه هايله جدا، لان ده اللي كان الناس كلها اتكلمت فيه، ما ينفعش ابدا بشروط واجي انهي بشروط ثانيه مختلفه، فهم اجلوها لنهايه الموسم. ده شيء ظريف جدا. تمام. الشيء الثاني اقامه مباريات الدوري الرباعيه لتحديد بطل الدوري الممتاز من دورين وليس دور واحد كما اعلن اتحاد الكره بدايه الموسم. دي اول نقطه هيبقى عليها خلاف، ان هم قالوا ان الدوري الرباعيه دورين. الجزء الثالث انشاء مكتب لشؤون الجماهير داخل افرع الانديه تكون مهمته اصدار بطاقات حضور للمباريات الجماهير، والمشجع الذي لا تصدر له بطاقه لا يمكن حضور المباريات. ده كان اقترحوه قبل كده، كان ظريف جدا لما قالوا 2000 او 5000 للنادي صاحب الارض يطلع له بطاقه يكون فيه صوره رقم قومي واستماره انا كمشجع ماليها في الملعب في النادي بتاعي عفوا، وليا كارنيه حضور مباريات، ويكون الناس والامن عارفين مين الناس اللي حاضره، الجمهور اللي جوه دول هم مين، معروفين هويتهم الشخصيه. هم قالوا عايزين يعملوا ده، وعايزين الدوره الرباعيه تبقى بجمهور بحيث ان الجمهور يكون معروف مين هو. في قرارين تانيين بس هقولهم لحضراتكم بس لما اخد قرارات لجنه المسابقات. من ناحيه ثانيه لجنه المسابقات باتحاد الكوره، القرارين العكس دول هي ان الدوره الرباعيه لجنه المسابقات برئاسه عامر حسين اتفقت على اقامه الدوره الرباعيه المحدده لبطل الدوري من دور واحد، ودي اول مشكله لان هناك لجنه اللي قالت دورين، هنا قالوا دور واحد. قررت اقامه الدوره الرباعيه ايام من 21 ل 26 يونيو المقبل، والجوله الاخيره يوم 2 يوليو لتحديد بطل المسابقه. هم حددوا الايام وقالوا ان هي دوره من دور واحد، وقالوا ان اللجنه لم تستقر على السماح للجماهير لعدم وجود موافقه امنيه حتى الان. الكلام واضح وصريح. دول قرارين يا كابتن عكس بعض. مبدئيا انا عايز اعرف من حضرتك الانديه هتنفذ كلام مين؟ لجنه المسابقات ولا لجنه الانديه؟ والله احنا في الوقت في الفتره الحاليه المفروض مش عايزين تضارب الاراء خالص يعني. تمام. المفروض يعني في اللحظه اللي احنا فيها دي، والدوري احنا كنا يعني متخوفين منه دوري المجموعتين، ولكن الحمد لله ماشي كويس جدا، واظهر فرق ما كانتش متوقعه ونفست، ودي حاجه فايده كبيره للكره المصريه. انما يطلع علينا دلوقتي قرارات لجنه الانديه وقرارات لجنه المسابقات، ويحصل بقى بعد كده عمليه في الاعلام نلاقي بقى ده بيشد في ده وده يقول له انا اللي قلت وده انا ما قلتش. كلام يعني صعب جدا ان احنا نسمعه في فتره دي وفي بلد زي مصر، ان احنا لابد ان يكون في جهه واحده للتشريع وتنفيذ لوائح اتحاد كره القدم، بحيث ان الانديه تبقى مستقره. يعني اللي حضرتك هو قانونا الانديه قانونا كان طلع احد اعضاء اتحاد الكره المحترمين قال ان لجنه الانديه بالنسبه لنا هي لجنه قراراتها استشاريه، والمنوط بتنفيذ المسابقه هو لجنه المسابقات واتحاد الكره. معنى الجمله دي ان الانديه هتنفذ هتنفذ تعليمات لجنه المسابقات، ما لهاش علاقه بتعليمات لجنه الانديه؟ اكيد لجنه الانديه هتنفذ لجنه المسابقات، اللي هي اصلا رسمي وبتبعت لها، هي اللي بتنفذ المسابقه وبتبعت لها اللوائح وبتبعت لها الخطابات الرسميه وبتمضي عليها لجنه الاتحاد كره القدم اللي هي منبثقه من لجنه من مجلس اتحاد كره القدم. لكن قرارات لجنه الانديه في البدايه طبعا بيعملوا اجتماعات وما شاء الله، ونشوف الصالح للانديه ايه، بحيث يتحط بعد كده في ملفات عشان يبقى في تشريع بعد كده عن طريق اتحاد كرة القدم. يعني حضرتك شفت المشاكل اللي بتوصل لغاية العقوبة والغرامة على العقوبة وتأخير الغرامة، فلوس لتأخير الغرامة بتاعت العقوبة. بس الحاجة اللي في المضيئة في الموضوع ان في امل ان لغايه يوم 14 لو اللي هو 4 ايام حضرتك يا كابتن مش قال لك خلاص خلصت 9/5، لا في امل. ما 9/5 دي ما كانش اول ميعاد يا كابتن، 9/5 كان ميعاد عاشر. بنتكلم على الوضع الحالي يعني برضه، انما بنقول ان في امل ان قبل 14 تتلحق العمليه وكده، والنادي الاسماعيلي يفضل كما هو. تمام. على اساس ان احنا ما نضيعش السنه هدر كده. السنه دي بتتحسب ماديا بقى بعد كده هتبقى اكتر من 1,000,000 جنيه،
فاتمنى من الله ان يوفق النادي الاسماعيلي يعني في حل هذه المشكله قبل يوم 14 عشان الاسماعيلي يمشي صح. وفعلا احنا خسرنا اللاعب خلاص. وبعدين كابتن شيحة قال ان احتمال العقوبات تاثر على النادي بشكل كبير، وقف قيد قاري، وقف قيد افريقي، وقف قيد محلي، خساره 6 نقط، ممكن يحصل حاجات اكتر. والله احنا بنقول ان طبعا كل دي عقوبات برضو يعني قويه جدا، ولكن بنقول ان اهم حاجه ان النادي الاسماعيلي يكمل السنه والموسم بتاعه على خير، ان فعلا ياخد حقه كامل، ان ما يتخصمش منه بنط ويدفع الغرامه ويلعب الماتشين اللي جايين، بحيث ان شاء الله ربنا يوفقه عشان يخش باذن الله الدوري الرباعي. طيب انا مش هعلق على اللي اتقال كله، كفايه حتى الاعلانات اللي عملها كابتن سعفان في اخر المكالمه، لكن انا عايز اعرف بالتفصيل هو ايه اللي حصل للكابتن شحته 94 و95 خلى الكابتن سعفان يقول بعد اللي حصل للكابتن شحته ما حدش يزعل في اسماعيليه؟ هو يعني كنا احنا بنلعب في كاس مصر وكده وخرجنا من دور قبل النهائي مع المحله بضربات الجزاء، فحصل بعديها على طول يعني الجهاز مشي. طبعا كنت مع الكابتن شحته انا طبعا استاذي ومعلمي وكل شيء يعني، والكابتن أسامة خليل تولى المسؤولية في هذه المرحلة. فهو كان سعفان يقصد ان لم يشكر الكابتن شحته. يعني احنا عاملين موسم كويس ووصلنا الدور وخارجين بضربات الجزاء، فيعني زي ما تقول ما تبقاش دي النتيجة يعني، ما تبقاش دي يعني ده اللي حصل يعني. فضربات الجزاء انت عارفها وارد انك كذا يعني بتبقى واقف على الجون مش على الفريق ولا المدرب ولا المدير الفني. فده اللي حصل في سنة 95 يعني في 95 مظبوط. تمام. وبعدها الله يرحمه الكابتن شحته راح النادي المصري وعمل نتائج مذهله. انا كملت معاه الدور الثاني، بدات في اسوان وبعدين الدور الثاني رحت مكمل معاه، سبت اسوان في الدور الاول حصل برضه عدم اتفاق في موضوع حقوق اللاعبين وكده. تمام. فكملت مع كابتن شحته في النادي المصري الكبير يعني حضرتك عايز تقول او نفهم من الكلام ده ان ده طبيعي، ده وارد يعني في تاريخ النادي الاسماعيلي، ده بيحصل واحنا فعلا لما بنشوف يعني حصلت معايا وحصلت مع كابتن شحته وحصلت مع فلان وحصلت مع فلان ومؤخرا كابتن احمد عجوز كابتن صبري لما بتحصل خلاص يعني احنا بنحب نادينا فبنمشي على طول عشان النادي يستقر. زي ما سعفان قال لك دلوقتي انا اضطريت امشي عشان خاطر النادي في مرحله صعبه، يعني فاضل ماتشين، النادي في ماتشين، النادي دوره رباعيه وعنده ماتش يوم الاثنين. حتى لو اتحط في مقارنه مع ريكاردو هو فضل ان هو يبقى هو اللي بره، يعني ما يسيب لهمش فرصه يختاروا حتى علشان مصلحه الفريق بحيث بره، والنادي الاسماعيلي يستمر ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ان الامور مستقبلا تبقى افضل من كده. طيب كابتن اسماعيل قبل التليفونين كنا بنتكلم على قرارات لجنه الانديه ولجنه المسابقات، حضرتك قلت لا الانديه ملزمه بقرارات لجنه المسابقات وليس لجنه الانديه، لكن انا عايز اقول ده المفروض ده اللي نعرفه. لكن انا عايز اقول كان في قرارين كمان اللي احنا ما قلناهمش، هو تحديد سقف التعاقدات ب 2 مليون جنيه وسقف الرواتب ب1,200,000 جنيه، والقرار الخامس منح الانديه حق تسويق مبارياتها في الدوري الممتاز منفردا بدايه من الموسم المقبل. دول قرارين بتوع لجنه الانديه اللي المفروض اللي اتقال ان هو قراراتها استشاريه وليست ملزمه، لكن اللي بيطلع في الميديا ما بيتقالش ان ده بين قوسين استشاري ولا ملزم وبيحصل فيه دربكه. يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف ان الدوره الرباعيه دي دورين ولا دور، جمهور ولا من غير جمهور، لو جمهور هيبقى فيه استمارات وبطولات رقم قومي يبقى معروف هويه الناس اللي داخله وفعلا في سن ولا ما فيش سن، لو من غير جمهور ماشي هتتلعب كلها في مكان واحد ولا لا. لجنه المسابقات لغايه دلوقتي بتقول ان هي من 21 ل 26/6 اللي هو يونيو اللي جاي، والجوله الاخيره يوم 2/7. فدول اخر قرارين ظهروا حتى الان. خلينا نتكلم عن لقاء المنيا ونتكلم عن المنافسه القادمه. طبعا البرازيلي ريكاردو طلع القائمه خلاص بتاعت مواجهه المنيا، ضمت محمد صبحي، محمد عواد في حراسه المرمى، صالح موسى، سامح عبد الفضيل، احمد العش، محمد البعلي، جمال حسنين، شوقي السعيد، كريم مسعد، وحسني عبد ربه، وعمرو السوليه، محمد حمص، ابراهيم حسن، محمد زيكا، شكري نجيب، وكريم عطا، ومحمود حمد، ومحمود متولي، ومحمد الشريف. كوفي ميشن. حضرتك ليك تعليق على التشكيل على القائمه؟ هو طبعا في اضطرار لايقاف جون انتوي، تمام، في ايقاف لعمر الوحش، في ايقاف لمحمود عبد العزيز. فدي دي ايقاف يعني على اساس انذارات ثالث للاثنين لعيبه المصريه عمر الوحش ومحمود عبد العزيز، ومشكله جون انتوي اللي هي مشكله الحرس. فطبعا ده التشكيل الموجودين، اللعيبه الباقيه اللي كانت موجوده قبل كده دخلت فيه لعيبه طبعا كملت مكان الثلاثه اللي طلعوا، يعني كانوا 20 لاعب 22 لاعب طلع 3 ودخل 3 مكانهم برضو من ناشئين النادي الاسماعيلي ما شاء الله المحترمين اللي هم برضو اثبتوا كفاءه في الفتره اللي فاتت. فما فيش كده يعني ده وضع طبيعي، انما بقى التشكيل ده موضوع تاني بقى.
ده موضوع تاني. التشكيل ده المجموعه اللي مسافره عشان تلعب المباراه. انما التشكيل بقى ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يوفق الجهاز الفني طيب. في انه يختار افضل تشكيل، عشان دي او حد يفتكر ان دي مباراه سهله. نادي المنيا هبط خلاص. يمكن احنا شايفين الاسماعيلي والمنيا وده الجون اللي جه في الاول في الدور الاول. طيب حضرتك قلت ان هم مسافرين، خلينا نقول ان موضوع السفر ده الاول الماتش كان يوم السبت، وبعدين النادي الزمالك قال لا انا عندي لاعب هو هيروح المنتخب فمش هينفع، يا اما اللاعب ما يروحش يا اما تاجلوا الماتش. وبعد كده طلع ان في كمان في فرق تانية لعيبه فتم التاجيل ليوم الثلاث. يوم السبت ده كان فيه اكتر من مباراه وكانت تتامن كويس. يوم الثلاث بقوا اكتر من مباراه لان المفروض يتلعبوا في نفس التوقيت. رجعوا بعد كده قالوا لا ده الاسماعيلي هيلعب يوم الاثنين لان الامن رفض، قال مش هامن كل الثلاث مباريات دول في يوم الثلاث. طب ما هو كان يوم السبت كان هيتامن، ودي حاجه. الحاجه الثانيه ملعب الاسماعيلي لا ملعب الترسانه لا ملعب الدفاع الجوي. بعد كده الاسماعيلي بيطلب ان هو يلعب في الاسماعيليه تاني، وبعدين ملعب الانتاج الحربي. ويمكن طلع خبر قبل ما نطلع ما اعرفش هو حقيقي ولا لا بتغيير كمان ملعب الانتاج الحربي. وفي الاخر الماتش يوم الاثنين الساعه 4 لا الساعه 6. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي ده تنظيم مسابقه وده تنظيم مباريات نهائيه، وزي اللي حصل قبل كده عندنا في كاس مصر الموسم الاخير لما هنلعب في كل الناس هتلعب في الجونه مره واحده لقينا نفسنا رايحين الاقصر بنلعب في الاقصر. انا عايز اقول ان احنا في فتره طبعا زي ما قلت لحضرتك استثنائيه في حياه مصر كلها، فلا بد ان يكون في قرارات استثنائيه. مش معنى الاسماعيلي يا كابتن انا الكلام ده بدا يتكلم على ان احنا نتمنى من الله خلاص الدوري ده يخلص بحلو وبمر، باذن الله ربنا يوفق النادي الاسماعيلي ويبقى طرف مهم في النهائي باذن الله وربنا يوفقه. انما عايزين بعد كده نستفيد من هذه الاخطاء وما تحصلش تاني. يعني انت بتستفيد من في حياتك ان انت في اخطاء مضت بتحاول تتجنبها عشان حياتك تبقى ايسر، تبقى اكثر استقرارا، اكثر وضوحا، لانك انت تخلصت من بعض الاخطاء. تمام. انما كل سنه الاخطاء بتتكرر، فدي برضو بتوصل لملل وبتوصل لضجر، وبتقول ان امتى، وتتمنى كل شويه وتاخد نفسك ويتمنى من الله ان احنا نشوف دوري زي كذا، نتمنى من الله، لان خلاص السماء المفتوحه اللي احنا بنتفرج عليها الفضائيات دي بتورينا ان في ناس وفي جمهور منضبط وفي دوري بيكمل وفي المدربين بيسلموا على بعض. يا استاذ احمد ده لابد الموضوع السلام ده لازم يكون اجباري. ما معناه السلام انت بعد الماتش سواء انت خسران انك انت قانع وقانع باللي تم ان اللي قدامك كسب هو افضل منك وانت قنعت بالنتيجه دي، فانت تقدر تصلح. يعني انت لما بتسلم على المدرب وانت خسران وتقول له مبروك وكده، انت بتروح بعد كده انت قانع بهذه النتيجه. لو انت ما قنعتش عمرك ما هتصلح خطأك. هي دي السيكولوجيه اللي احنا عايزينها من الموقف ده، فبيبقى في رضا. انما في مدربين الماتش ينتهي من هنا في خناقه، في شتيمه، في سب. ده الكلام ده لابد ان ينتهي من ملاعبنا. هنقول ان احنا بنسلم، يبقى انا عرفت ان الفرقه دي اي نعم لعبت وخسرت، ولكن الفرقه دي افضل مني النهارده، اكثر حظا مني، اوفر حظا مني. انما بعد كده اعرف اتدارك اخطائي لان انا قانع بالنتيجه دي وباللي تم فيها. خلينا نروح يا كابتن لماتش المنيا. والناس يعني بعض الناس كتيره جدا او البعض شايف ان اللقاء المنيا ده هو اصعب من لقاء بتروجيت، لان كده المنيا هبط، فاللعيبه هتلعب لمصلحتها الشخصيه، هتلعب ان هي تظهر بشكل كويس، هتلعب ان هي ممكن تضيع وقت تطلع باي نتيجه، لان مش فارق معاهم النتيجه لكن فارق معاهم الشكل النهائي لكل لعيب منفردا، اثبات وجود علشان بعدين بعرض نفسي وحقه. طيب ده ممكن يأثر علينا ازاي؟ ممكن يبقى فعلا هو لابد ان يكون برضه نرجع لكلمه بسيطه كده ماتش الحرس يا استاذ احمد، ان نرفزه اللعيبه وطرد اللعيبه خلى الايقاع في صربعه، في فرق بين سرعه وتسرع. اللي حصل في بعد طرد لعيبه الحرس في مباراه الاسماعيلي بقى في تسرع، بقى يشوط مستحوذين. وفي كره برضو ما ننساش نقول ان في كره مرتده كان ممكن الحرس يعمل مفاجاه فيها بتاعه صافي، قدر صالح موسى بفرمله تاكلينج محترم جدا بدون ما يلمس اللاعب وطلعها كورنر. يعني دي برضو تحسب لهذا اللاعب من اول السنه طبعا. يعني اتكلمنا كتير في موضوع صالح موسى وفي موضوع تغيير تكادل، ويمكن هو كابتن اسماعيل شايفين هو محروق قوي على النادي وشايف فيه اخطاء كتير قوي بتحصل.
والله طبعا دي وجهه نظر كابتن سيد، ده من اعمده نادي طبعا، من الجيل الذهبي. تمام. وكونه اللي بيعبر عن وجهه نظره طبعا اكيد تاكد منها، وحاسس ان بيقولها بمراره وكده، على اساس ان جايز في شايف ان في اخطاء معينه ما تصحش انها تحدث في نادي زي النادي الاسماعيلي من وجهه نظره، فعبر بطريقته يعني. طيب كابتن اسماعيل، يمكن سؤالي الاخير لحضرتك، في شهر كامل على اللقاء الختامي في المجموعه الثانيه، انا عايز اعرف من وجهه نظر حضرتك ده هيبقى ميزه ولا عيب والمين؟ يعني في فرق هتبقى ده بالنسبه لها ميزه، ولا في فرق بالنسبه لها ده عيب ان في شهر كامل؟ هو في كل المواقف مش حلوه، مش مشكله. انت ماشي بحيويه، وماشي الامور كلها ماشيه، اللي خايف من الهبوط بيصارع وكده، وفجاه ماتش ويؤجل الماتش الاخير لشهر، ده طبعا ما بينزل المستوى جدا. واي مدرب بيبقى مستاء جدا. المفروض كانت الكلام ده يتعمل حسابه، وكان يتعمل فتره بدري، بحيث ان اخر مباراه تكون كذا، بحيث النهائيات والدوره الرباعيه ممكن اللي تتاجل. انما اخر مباراه تتاجل تعلق موقف انديه للهبوط وموقف انديه للصعود. في خبر كان نازل ان مسابقه كاس مصر دور 32 هتبقى ايام 18 و19 و20 مايو، الشهر اللي احنا فيه. ده ممكن يعوض شويه. اكيد ما فيش مشاكل، طالما في استمراريه لمباريات رسميه تعوض التوقف ده، تبقى دي جيده جدا. كابتن اسماعيل حفني، بشكر حضرتك جدا، وبعتذر لك عن الحلقه السخنه دي، حاسين ان حضرتك اتدبست في اي حاجه من اللي حصل. لا طبعا، بس دايما حضرتك اداء وحدود. بشكر حضرتك جدا، نورتنا يا كابتن. اخر سطر بس هقوله ان تم تعيين الكابتن محسن عبد المسيح رئيس قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي، وتعيين الكابتن عيد فرج مدير فني للقطاع. بتمنى لهم التوفيق، ونتمنى نشوف خطه جديده، ويمكن في اجتماع حصل او هيحصل علشان النهوض بالنادي. بشكر حضراتكم جدا، واستنونا يوم السبت الجاي، واشكر كل فريق العمل. تصبحوا على خير.